هؤلاء شوية شياطين. كيف سنواجه الإرهاب؟ بس الأول اتصل بينا على أرقامنا الظاهرة على الشاشة. سعر الدقيقة جنيه ونص من أي محمول، 2 جنيه من أي خط أرضي. ولو اتصلت دلوقتي هتحصل على كتاب الوطن الصامد. والمفاجأة دلوقتي لو اتصلت هتاخد معاها كتاب العرض الجامد. قائمة عروض كارفور فيه لحمة خضار مسحوق غسيل عندنا وكل حاجة. ابعت لنا على سيل الفيسبوك وما تقلقش هنبص في الانبوكس. شكرا يا بكري، ربنا يسهلك يا رب وتحقق التارجت بتاعك. احنا الغلطانين. المفروض قبل ما نسال ازاي نواجه الارهاب نشحن قبل ما نتكلم بكري. نسال ايه الدافع عشان الارهاب يهز البلد. هل احنا عندنا خبراء استراتيجيين ولواءات فاقسين حركات الارهاب دي وعارفين الهزه هتجيلنا منين وازاي الارهاب هيعملها؟ عايز اهز بلد ما قداميش الا سبيلين، يا اروح لراسها واملكها املك البلد وده شايفينه في تو، يا اما الراس عصيه عليا انزل للقواعد تشتت الراس اهز البلد. طيب لو النبي في نقطه شرح جميل جدا يا جماعه الحته دي والنبي. عجبتك؟ عجبك الشرح؟ والله لسه مألفها حالا. بتهز كده. فهمتها؟ انا والله ما فهمتها. مصر كانت بتتهز كده. انت متأكد انك بتوصف الخطة بتاعت الارهاب ولا بتوصف سهرة امبارح؟ انت كنت فين ها؟ وشرح جميل جدا ايه؟ انت فهمت انت ايه اصلا من الهزة؟ عيب. مش عشان لو نطبل له ونقول اي كلام بيقوله جميل. يا اما الراس عصيه عليا انزل للقواعد تشتت الراس اهز البلد. طيب لو النبي في نقطه شرح جميل جدا يا جماعه الحته دي والنبي يا سيدي. النبي الراس الراس لا الراس. دي واحدة. لا قول لي قصه الراس تاني وشتت بس أقول الله لك يخليك. الله يخليك. الله والنبي والنبي عد لي حته الراس. عد بقى والنبي. طب لو الراس كبيره هيزيل الديل كده والنبي. طب شتت القعده بالراحه والنبي بخير من القعده الله. يا عم بقى بالراحه والنبي عدها لي تاني. هو اي حاجه بقولها ست اللي هو تبقى مهمه؟ انا مش فاهم حاجه. بس اللي هو صحيح نعدي له اي حاجه. انت فاهم حاجه؟ انت جاي تطبل والست اللي هو يهز. ايه ست اللي هو؟ قعدة ايه وراس ايه وهز ايه؟ احنا مصدقنا الحلقه ما فيهاش اماني. الست اللي هو الارهاب مش بيفرق معاه لا راس ولا ديل. الارهاب بيبقى هدفه الاساسي التدمير والقتل. والدليل الحدث الارهابي الاخير. الحدث ده بيمثل ذكرى سيئه جدا في تاريخ مصر. الحادث ده بيمثل ايه؟ هو بيمثل نقلة نوعية في اطار العمليات الارهابية التي تستهدف هذا الوطن. طب ده دلالته ايه؟ دلالته الافلاس. هو لما يروح ويتجه للمسجد ويبعد عن الارتكازات الامنية ده دليل ان احنا واعيين وصحيين. يعني لو ضرب الكمين يبقى فشلنا، لكن لو عدى من الكمين وضرب المدنيين اللي بعد الكمين يبقى انجاز. لا ده احنا واعيين وصاحيين قوي. لو عايز تبقى واعي وصاحي معانا اتصل بينا على ارقامنا الظاهره على الشاشه. سعر المنتج ثابت، سعر الشحن ثابت اينما كنت. يا بكري الكمائن نفسها للاسف لحد النهارده لسه بتتهاجم وجنودنا بيستشهدوا. مفيش حد عاقل عشان يغطي على التقصير الامني حاول يطلع فوائد من الحادث الارهابي. ايه الفوائد المترتبة على هذا الحادث؟ زي ما قلنا مفيش حد عاقل هيقول ان في فوائد الارهاب. تعال يا خالد يا ابني تعال. هنجوزك هنومه. تعال قول لنا ايه فوائد الارهاب. البس جلابيه فرحك يا ابني. ولا مش محتاج تلبسها خلاص. وبعدين هي البياض ده بياض الايمان ولا كلور؟ يعني هو وصل بكم التطبيل ان انتوا تغطوا على التقصير الامني فتقولوا ان في فوائد للارهاب؟ طب ايه فوائد الارهاب؟ اتحداك تجيب لي فايده واحده بس. انا شايف شخصيا ان اول الفوائد اخيرا بقينا نعزي بعض زي ما عزيت اخواننا المسيحيين في شهدائهم في الكنائس، هم بيعزونا في شهدائنا في المساجد. الله لا عنده حق يا جماعه. في فايده اهو. يا كلنا نعزي بعض. المسيحي يقول البقاء لله، انا مسلم اقول له البقاء لله. قنبله تنزل علينا احنا الاثنين ونتوحد كلنا. هو الارهاب معمول ليه اصلا؟ مش عشان ينهي على الطائفيه والطوائف، ينهي علينا كلنا. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بس يا مشايخ السلطان دول شيوخ الدوله بيحاولوا ينيموا الراي العام، لكن اعلام الدوله اظن ليه راي مختلف تماما. ليس كل الارهاب نقمه. حاله التوحد اللي احنا موجودين فيه ان اصبح المسيحي مهدد والمسلم مهدد. الله على المساواه. هي دي المساواه اللي احنا عايزينها. كلنا اخوه مهددين في وطن واحد. الله على المساواه. الراجل ما قدرش يحقق المساواه في العيش والعداله